5 سنتي من المكون الرهيب اللي معانا النهاردة يساوي إنتاج بيض مستمر، إنتاج بيض يوميا. الفراخ بتاعتك مش هتقطع بيض لو انتي مهتمة بالمكون اللي هنحطه النهاردة وبتحطيه بشكل منتظم للفراخ بتاعتك. المكون بتاعنا النهاردة بيحتوي على حاجات جميلة جدا جدا جدا. أول حاجة فيها هي إن هو مضاد للبكتيريا، مضاد للطفيليات، وإن هو كمان بيقضي على العدوى، وإنه مضاد للأكسدة، يعني رافع مناعة كويس جدا جدا جدا. كمان بيقوم في أحماض أمينية، يعني في أحماض عضوية موجودة فيه بتقتل البكتيريا، اللي هي المفروض ان البكتيريا دي بتدمر الغشاء الخلوي للطيور، لا هو بيقضي على البكتيريا دي، بيقضي على أي عدوى، تقرحات، أي مشاكل بتحصل للفراخ بتاعتنا. كمان بيقضي على الدهون بشكل قوي جدا جدا جدا. الناس اللي بتبقى عندها فراخ بتبيض وفجأة تقطع بيض، ده اكيد انت مهملة في استخدام المكون اللي هنتكلم عنه النهاردة. يعني انت مش بتحطيه بشكل منتظم، لو بتحطيه بشكل منتظم هتشوفي نتائج هتذهلك فعلا. زي ما قلنا كده هو مضاد للميكروبات، يعني لو الطيور عندها مشاكل او ميكروبات او عدوى او حاجات من دي، هو بينظف امعاء الطيور جدا، بيقضي على الدهون بشكل غير عادي، بينظم ضربات القلب وبينظم الاوعية الدموية وبيقلل خطورة امراض القلب والاوعية الدموية. يعني الفراخ ما بتقدرش تبيض بسبب ان القلب بتاعها مش مظبوط او في تضخم في القلب او في مشاكل. كمان بينظف الكلى من السموم. اهم عنصر، اهم عضو في الطيور هو الكلية. الكلية إذا اتدمرت فبيبدأ بعد كده الكبد يتدمر، بيبدأ بعد كده الطائر يتدمر. فعشان كده العنصر أو المكون اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة أساسي عشان تحافظي على حياة الطائر بتاعك. لازم تستخدميه بشكل منتظم وبشكل دوري علشان خاطر الفراخ بتاعتك ما تتعبش منك. تستخدميه من امتى؟ بنستخدمه من البداية خالص، من أول ما الفراخ بتاعتنا بتكون لسه يعني من أول عمر 8 أيام تستخدمي المكون ده. لازم تقضي على السموم، تطهري وتنضفي الكلية، تقضي على الميكروبات، ترفعي مناعة الطائر. كمان بتزداد حلاوته أو بتزداد قيمته لما الفراخ بتكبر معاكي ويبدأ الطربوش بتاعها والعرف بتاعها يحمر. لو أهملتي في استخدام المكون ده هتبص تلاقي العرف بهت، عرف الفراخ بتاعتك بهت. يعني هو سر احمرار العرف بسرعة، وهو سر ان الفراخ ممكن تبشر بسرعة بدل ما ساعات. احنا عارفين طبعا ان الفراخ على حسب نوعها. عندنا مشكلة دلوقتي في الفراخ اللي موجودة انه فيها حاجة اسمها تهجين عشوائي، بمعنى انه اي حد عنده مزرعة فيها امهات وبيروح يجيب اي ديوك ويهجن ده مع ده ويطلع لك سلالة ويقول لك دي سلالة جديدة، من غير ما يعرف هل السلالة دي هتعيش كويس ولا لا، من غير ما يدرس السلالة دي كويس. المفروض حاجة زي كده اي تهجين. هو ليه الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره او بنستوردها من بره بتكون غالية جدا؟ لانه الحاجات دي بتبقى معمولة على دراسة وبيديكي بقى مواصفاتها، بيقولك ده طائر عمره كذا، يوم الفلاني هيبقى وزنه كذا واليوم الفلاني هيبقى وزنه كذا، وهتبقى مناعته مثلا كبيرة، مناعته كذا، مدة حياته تبقى كذا. انما التهجين العشوائي اللي بيحصل ده بيدمر فلوس ناس كتير مع الاسف. فبيعمل ايه التهجين العشوائي ده؟ تقومي حضرتك جايبة مثلا فراخ بلدي هجين وفرحانة بيها، بقى المفروض هتبيض. المفروض البلدي بتاعنا بيبيض على 5 6 شهور، دي ممكن تقعد لحد 7 شهور بسبب التهجين العشوائي. ممكن تجيبي يعني في انواع فراخ بتبيض على 4 شهور زي الجميزة مثلا. الفراخ البلدي العادية بتاعتنا لو مظبوطة بتبيض على 5 شهور. اما البلدي الهجين اللي هي البلدي المشعر فاحيانا بتبيض على 5 وعلى 6 واحيانا بتقعد ل7. وزي ما قلتلك السبب هو التهجين العشوائي. فانت لو بتربي من الاول صح كويس ومهتمية بالعنصر اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة وبتستخدميه بشكل منتظم للفراخ بتاعتك، ممكن ده يساعد الفراخ جدا ان هي تبيض بدري، تبيض على الميعاد مظبوط، يعني تبيض مثلا 5 6 شهور. او لو هي فراخ فيومي او فراخ جميزة بتبيض على 4 شهور. الفيوم الرز طبعا بتبيض على 4 شهور بس يشوم البيض يعني بتبيض على 4 شهور وبتفرحي بيها، بس بعد شهرين هي بتتعب، لان الفيوم الروسي تسمين زي ما قلنا كتير قوي ما تنفعش للبيض ابدا. اللي ينفع للبيض البلدي الحر، الفيوم الحر، البلدي المشعر او الهجين والجميزة. دول الاربع انواع اللي ممكن يعيشوا معاكي، مناعتهم حلوة ما شاء الله، جالهم مرض جالهم حاجة بيتحملوا، بيقدروا يكملوا معانا. اما الحاجات اللي هي بتبقى
المفروض ان هي تسمين او فيها سلالة ساسو عالية، تهجين الساسو بتاعها عالي، ده بيخلي الفرخ يبقى مناعته ضعيفة وبيهنج معنا بسرعة. ولو لا قدر الله جاله فيروس او جاله حاجة بتاخد كل حاجة في وشها، بتاخدها شوطة كاملة يعني. آه الكلام خدني ونسيت اقول لكم على حاجة، يعني احنا لازم يعني ندعي بالرحمة لكل موتانا، وموتى اهلنا في ليبيا واهلنا في المغرب. ربنا يا رب يرحمهم ويتغمدهم برحمته. انا الحاجات اللي هي الصعبة قوي دي بتعب ان انا اتكلم فيها، لان هي بتحزنني من قلبي جدا. يعني احنا كفاية احنا يعني حزانة طول عمرنا علشان خاطر أهلنا في فلسطين وفي سوريا كملت علينا، ودلوقتي المغرب وليبيا. فربنا يا ربي يرحم كل موتانا موتى المسلمين. وانتوا عارفين اللي هو اللي مات الواحد بيقول ايه؟ ربنا يعني يرحمه. اما المشكلة عندي او بالنسبة لي اللي بتوجعني قوي المصاب اللي بيبقى عايش عشان يتعذب، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويصبره ويثبته ويصبر اهلهم يا رب ويصبرنا احنا كمان ويرحمنا جميعا دنيا واخره. كلكم كده تكتبوا ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، تدعوا لهم بالرحمه عشان ربنا يخفف عنهم ويتقبلهم عنده يا رب. نرجع بقى للموضوع المكون بتاعنا النهارده وهو الخل. كل اللي انا بتكلم عنه ده الخل. عندك نوعين من الخل، عندك خل ابيض وخل التفاح. طب انه احسن؟ طبعا خل التفاح اعلى واحسن بكتير، ولكن الخل الابيض ممتاز برضو بيعمل نفس النتيجه. الخل الابيض بنستخدمه للفراخ بتاعتنا من عمر 8 ايام او من 5 ايام كمان. بتفضلي تستخدميه، لازم تستخدميه كل اسبوع مرة او مرتين، يعني كل 3 ايام كده مرة، كل 3 ايام مرة معلقة كبيرة خل على لتر مية. تمام. اما الفراخ تفضل تكبر معاكي تفضلي ماسكة على الخل ده، يعني الخل ده من يوم ما تجيبي الفراخ لحد ما تذبحيها او لحد ما تموت من عندك. طول ما عندك الفراخ لازم الخل. هتلاقي عرف الفراخ بيحمر بسرعة. ما فيش عندك الناس اللي بتشتكي العرف بهتان، العرف فيه حاجات لونه ازرق ولونه غامق كده. اول ما تلاقي عرف الفراخ بتاعتك لونها غامق على طول تروحي مديه معلقه خل كبيره على لتر ميه الصبح، واخر النهار قرص فلاجيل على 3 لتر ميه للفراخ. وهتشوفي بقى الفراخ هتبقى عامله ازاي. تكرري الموضوع ده لمدة 3 ايام، يعني تحطي الكلام ده 3 ايام ورا بعض. هتشوفي ما شاء الله الفراخ هيبقى عرفها احمر وجميل. من ضمن الحاجات الحلوة برضو اللي بتخلي الفراخ عرفها احمر وجميل هو استخدامك للفيتامينات. يعني في فيتامينات كتيرة احنا بنستخدمها حلوة جدا زي السيلينيوم. السيلينيوم برضو بيخلي العرف بتاع الفراخ احمر ويخليها تبيض كويس جدا جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بالنسبه برضو لخل التفاح هو برضو مهم جدا. ممكن تحطي منه 5 سنتي على لتر ميه لمدة 5 ايام او 10 ايام. لو الفراخ قطع بيض هترجع تبيض تاني على طول. يعني لو فراخك قطع بيض هتحطي 5 سنتي من خل التفاح او معلقة كبيرة على لتر مية من خل التفاح لمدة 10 ايام كل يوم متواصل. هتبص تلاقي الفراخ ما شاء الله رجعت تبيض تاني. الناس اللي بتخاف ان احنا مثلا بنأكل ذرة كتير، بنأكل عيش كتير، مادام ملتزمة بجرعة الخل كل 3 ايام بتديهم خل ما تخافيش. ومادام بتحطي رد على الاكل ما تخافيش ابدا من الدهون.